بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة إن شاء الله راح ننزلها، وهي زباد بعود مبخر. هذا العود مبخر، وكمان نضيف لها عود معتق مبخر للزباد كمان للثبات، ويعطي رائحة طيبة، بالإضافة إلى 5 جرام من المسك المطحون. ممكن نستغني عن المسك المطحون لأن الزباد بريحة العود، أو معتق بمبخر العود. هنا معنا نص كيلو شحم، هذا ربع وهذا ربع، ونضيف لها حوالي 60 ملي من عود مبخر، و5 جرام من المسك، و5 جرام تقريبا من العود المبخر. طريقة سهلة جدا ومميزة. معنا هنا أي برطمانة نخلط فيها الزباد أو نخلط فيها الشحم. إذا ضفنا ربع كيلو نضيف حوالي 30 إلى 40 ملي من العطر المبخر. هذا هو الشحم، وهذا الربع الكيلو الثاني. هذا الشحم الصافي الأبيض، نضيف له العود المعتق أو المبخر، له زباد مبخر بعود مبخر، وكمان العطر العود مبخر. هذا طلب خاص طبعا، إن شاء الله راح يكون مميز. نضيف المسك، نضيف العطر أو العود، عطر العود المبخر 60 ملي. طبعا هذه الخلطة من محلات الوحش، صنعاء، شارع هايل، مدخل حديقة هايل. للتواصل على 7254722333 أو 01 المحل، تلفون الثابت 0147447873، صنعاء، شارع هايل، مدخل حديقة هايل. وكمان في محلات أطياب الشرقية. نخلطها جيدا بهذه الطريقة. ممكن نقلل من كمية العود المبخر أو دقة العود المبخر عشان تكون يعني مش لونها بهذا الشكل أو غامق. أنا أشوف أنها 5 جرام مناسبة جدا، ولكن بعض العود يجي مطحون زيادة، إذا سوينا تخرب علينا اللون، يعني ما يكونش اللون بهذه الطريقة أو بهذا اللون المميز. لازم نتأكد من دقة العود، لا تكون ناعمة زيادة، يعني يخرب علينا شكل الزباد. ما شاء الله، ريحة طيبة ولون مميز بني. نفعلها ببرطمانة أو بهذه العلبة الزجاجية. بعد ما خلطناها تمام، هذا هو الزباد المبخر بعود مبخر. طبعا إذا حبينا نسوي يكون خفيف شوية، نضيف له حوالي 50، إذا كان نص كيلو 50، نضيف له 50 مذوب الشحم، 50 ملي مذوب الشحم إذا حبينا يكون خفيف. ولكن أنا أشوف قوامه تمام مناسب، لأنه زباد مبخر بعود أو بعطر مبخر، عطر العود المبخر. زي بهذه الطريقة، واللون على حسب اختياركم. ممكن تزيدوا العودة، دقة العود المبخر ممكن تنقصوا على حسب ما تريدوا. هذه هي حلقة اليوم، صارت جاهزة من محلات الوحش، صنعاء، شارع هايل، مدخل حديقة هايل.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.